بتعملي دايت وبطنك لسه بارزة وبتلعبي كرانشز وبطنك كمان بتطلع لبره، ممكن ما يكونش دهون خالص، ممكن يكون عضلات بطنك ثابت بعضها. ده اللي احنا بنسميه علميا الانفصال العضلي. عضلات بطنك اليمين والشمال بينهم وبين بعض نسيج دم اسمه اللينة قلب. مع الحمل والولادة المتكررة أو زيادة الوزن المفاجئ أو حتى التكنيك الغلط في التمرين، النسيج ده بيتمدد والعضلات بتبعد عن بعضها، والنتيجة إن الأحشاء الداخلية بتتزق لبره فبتديك الشكل المنفوخ أو اللي بنسميه علميا المامي بوش، ومهما خسيتي شكلها بيفضل خارج. ده غير آلام الظهر اللي ملهاش سبب واضح. يعني الانفصال العضلي بيساوي بطن خارجه لبره والم في اسفل الظهر. طب الحل ايه؟ اوعي بقى تجري تعملي تمارين بطن تقليديه زي الكرانشز والهاف سيت والسيت اب، لانها بتزود الفجوه دي مش بتعالجها. العلاج في الانفصال العضلي بيبدا من جوه لبره عن طريق تقويه العضلات العميقه اللي هي التي في اي وتمارين لقاع الحوض، وبنتعلم نعمل ازاي بريسنج او ان احنا نقفل جدار البطن مع التنفس في تمارين زي الجلوت بريدج والديد باج. بس الموضوع محتاج استمرارية وتكنيك صارم علشان النسيج ده يلم ويقوى ويرجع زي الأول تاني. طب هل كل الحالات بتحتاج لجراحة؟ أنا عايزة أقولك إن 90% من الحالات بتتعافى تماما بالتمارين والتكنيك الصحيح طالما الانفصال العضلي في الحدود المعقولة. ولو عايزة تعرفي إزاي تختبري نفسك في البيت وتعرفي إذا كان عندك انفصال عضلي ولا لأ وتعرفي هو كام سنتي، اكتبي لي كلمة اختبار في الكومنتات وأنا هبعتلك الطريقة بالتفصيل. وما تنسيش تبعتي الفيديو ده لصاحبتك وتعملي له سيف علشان ترجعي له بعدين.